في فترة ما ليست ببعيدة خالص كنت مقتنعة بتفكير معين. كنت مقتنعة دايما ان البني ادم يقدر يكون لوحده، يقدر يعيش لوحده، يقدر ينتج لوحده، ينجح لوحده، ويعمل كل حاجة حرفيا لوحده. في الحقيقة الفكرة دي ما كانتش جاية من جوايا انا، او مش بمعنى ان انا بني ادم بيحب يكون لوحده، قد ما انا كنت متأثرة بتفكير معين. اوكي، كنت دايما رابطة ان الاشخاص الناجحة هتلاقيها لوحدها. عارفين النوع بتاع الموتيفيشنال سبيتش او الخطابات اللي هي التحفيزية، اللي هي تقعد تقولك انه عشان تنجح لازم تركز في ورقتك، ابعد كل الاشخاص عنك، ما تضيعش وقتك، ما تعملش النوع ده اللي هي تلاقيه مشغل ميوزك في الباك جراوند كده وعمال يزعق كده ومتأثر قوي عشان يوصلك فكرة انه لازم تقوم دلوقتي تموت الشغل. انا كنت متأثرة قوي بالنوع ده من التفكير، وللأسف التفكير ده جزء منه صح. اوكي، انه فعلا عشان نتعب او عشان ننجح لازم نتعب، ولازم اشتغل على نفسي، ولازم اركز في ورقتي، ولازم كل الحاجات دي. بس كمان كان مصدر لي فكرة انه الاشخاص الناجحة بتكون لوحدها، وان عامة وجود الاشخاص او البني ادمين في حياتنا مش هيعمل حاجة غير ان هو هيعطلنا ويأخرنا. كمان وجود مصطلحات جديدة او دخول مصطلحات جديدة علينا في مجتمعنا، زي مثلا التوكسيك بيبول، زي مثلا الاشخاص النرجسية. كل المصطلحات الكبيرة دي ستيل برضو صدرت لي فكرة انه البني ادمين دايما مش هيعملوا لك اي حاجة، او مش هيفيدوك، او مش هيزودوا لك حاجة، فالاحسن ان انت تكون لوحدك. ومن هنا جيت فكرة انه طب لو الاشخاص اللي حواليا دايما هتعطلني وتأخرني وكل الحاجات دي، طب ما اكون لوحدي. جيت لي فكرة انه yes I can be alone. تفتكروا ليه سيدنا آدم وهو في الجنة استوحش؟ ليه؟ لأن هو حس بالوحدة أو حس إن هو لوحده. يعني تخيلوا أنت تكوني في الجنة اللي فيها حرفيا كل ما لذ وما طاب، وبتتمني بس حاجة كده تكون موجودة قدامك، وبعدين تحسي بالوحدة. لأن هو ربنا خلقنا كده، ربنا خلقنا ما بنحبش نكون لوحدنا، ومهما عندنا ومهما كبرنا نقول لا أنا بحب أكون لوحدي وبحب أقعد لوحدي. ده مش طبيعي، لا بجد ده مش طبيعي وده مش حقيقة. احنا ربنا خلقنا كائن اجتماعي بطبعه، بيحب يكون موجود اشخاص يشيلوا عنه، اشخاص يقسموه فرحه، اشخاص يقسموه حزنه، يقسموه نجاحه، كل الحاجات دي. هل هيقدر يعيش لوحده؟ يقدر يعيش لوحده، بس مش هيبقى مبسوط كفاية لوحده. لكن لما يكون مع وجود اشخاص تانية هيبقى مبسوط الضعف. فانا اكتشفت ان بجد الانسان ما بيحبش يكون لوحده، مش دايما الاشخاص الناجحه بتكون لوحدها. ممكن يكون التفكير الغربي هو اللي وصل لنا كده، بس دي مش حقيقه. لا انا مش عايزه اكون لوحدي، وانه اقدر اعيش لوحدي، بس هكون مبسوطه اكتر من وجود الاشخاص حواليا، هكون سعيده اكتر، هاخد بلس كده اكتر مع وجود الاشخاص حواليا. فانا مش عايزه اعيش لوحدي. فاجابه السؤال اقدر اعيش لوحدي، بس مش هكون مبسوطه ومش هكون سعيده.
في النهاية وجود الاشخاص حوالينا فعلا مهم، بيخفف عنا وبيشيل عنا كتير قوي، وحقيقي محدش بيحب ابدا انه يكون لوحده، ومحدش هيقدر يكون لوحده.